الأبطال الحلوين إزيكم؟ النهاردة هنتكلم عن آخر درس في المحطة الأولى، محطة الاحتياجات، وهو احتياجنا للكبران. الكبران يعني الرغبة اللي جوانا بإننا نكون كبار مسؤولين عن نفسنا، نقدر نختار ونتحمل مسؤولية اختيارنا، كمان نقدر نحمي نفسنا. نخسر ونحزن ونتعب لما نعمل حاجة غلط، بس بنتعلم من الغلط ده. نكسب ونفرح لما نعمل حاجة صح، بس بنتعلم الفرق ما بين الصح والغلط. الطفولة فيها صفات حلوة ممكن تكبر ويانا، زي مثلا إن الطفولة فيها بساطة وإحساس، يعني إن الطفل سهل يحس ويعبر عن الحاجة اللي هو محتاجها من غير كسوف، ودي حاجة كويسة. المفروض طول حياتنا وإحنا كبار نعبر عن احتياجنا، بس أوقات كتير لما بيكون تركيز زيادة عن الاحتياجات وننسى احتياجات اللي حوالينا بتكون أنانية، وده مش كبران. الطفولة كمان فيها حماس، يعني الطفل بيكون محتاج حاجة بيفضل متمسك بيها ويفضل وراها لحد ما ياخدها، وده حماس كويس لأنه بيخلي عندنا إصرار وإننا نكون منتجين في حياتنا. بس برضو في مشكلة، إن الحماس ده لو زاد عن حده بيتحول لعدم صبر وزن، وده مش كبران أبدا. الطفولة كمان فيها صفة كويسة، وهي التلقائية والانطلاق من غير تفكير كتير، بس ده لو زاد عن حده بيتحول لاندفاع وتهور. تعالوا نسمي الحاجات الحلوة، الصفات الحلوة دي باسم الطفولة، لكن الحاجات الوحشة نسميها معيلة. ومن هنا تعالوا نعرف مع بعض صفات المعيلة. 1. التركيز على الاحتياجات والأخذ بس من غير ما ندي لحد تاني أو نخلي بالنا من الاحتياجات اللي حوالينا، دي معيلة. 2. الأنانية وعدم الإحساس بالناس أو عدم تقدير الظروف، دي معيلة. 3. عدم الصبر. 4. الاندفاع والتعلق بحاجات مضرة بس لأنها لذيذة فنفضل متمسكين بيها، دي برضو معيلة. 5. الحساسية الزيادة والقمص. طيب الطفولة الحلوة فيها إيه؟ فيها بساطة وحماس وانطلاق، وكمان فيها تعبير عن المشاعر والاحتياجات. طب هل الكبار ممكن يساعدونا إننا نكبر؟ طبعا ممكن، لما يدونا مسؤولية وكمان يشيلوا معانا، لما يشرفوا علينا ويتابعونا ويوجهونا، لما يحمونا واحنا بنعمل حاجة جديدة، وكمان لما يصلحوا لينا الغلط من غير ما يذلونا أو يهنونا. كل الحاجات دي بتساعدنا إننا نكون كبار. تعالوا نلخص اللي قلناه. 1. الكبران احتياج جوه كل واحد مننا. 2. علشان نكبر محتاجين حد يكون ويانا يعلمنا ازاي نشيل مسؤولية ويشرف علينا ويوجهنا بكل حب. 3. نستمتع بالطفولة ونبطل صفات المعيلة. شكرا جدا ليكم يا أبطال، واستنوا المحطة التانية.